لو انا قلت لك اعمل لي شغلانه ومقابل الشغلانه دي هديك 5000 جنيه، فجيت ساعه الحساب قمت مديك 5000 جنيه، بس ال 5000 جنيه دول كانوا فلوس بنك الحظ، يعني 5000 جنيه فلوس بنك الحظ، انت هتعمل ايه ساعتها؟ اكيد هتبقى متضايق جدا ومش هتحب بعد كده انك تعمل شغل معايا او تعمل لي شغل، او انك انت تاخدني على محمل الجديه لما اطلب منك حاجه والكلام ده كله. للاسف الشديد بالرغم من غرابه الموقف، ولكن في عالم الكلاب وفي عالم تدريب الكلاب في ملاك كلاب بيعملوا مع كلابهم نفس القصه بالظبط. يبدا اثناء عمليه التعليم والتدريب والكلب صغير يطلب من الكلب طلبات كتير جدا، ولما الكلب ينفذ يديله الفلوس بتاعته. الفلوس دي بالنسبه للكلب مكافاه للشخص بيديها له مقابل الحاجه اللي عملها عشان يحب ان هو يعمل الحاجه بعد كده. المشكله العويصه هنا بقى ان في ناس كتيره جدا بتبقى عايزه تحبب الكلب في المكافاه اللي موجوده، وقد يكون المكافاه اللي موجوده دي ايا كان نوع الاكل ايا كان نوع اللعب الكلام ده كله الكلب ما بيحبوش، فبالتالي هو ملوش قيمه عنده زيه بالظبط زي فلوس بنك الحظ. ده على عكس لما صاحب الكلب قبل ما يبدا يطلب منه طلبات ويدربه ويعمل الكلام ده كله يدور على الحاجه اللي الكلب بيحبها او الحاجات اللي الكلب بيحبها واللي قيمتها عاليه، فبالتالي تبقى الحاجات دي بالنسبه له لما يعمل الحاجه وياخدها يبقى حابب بعد كده يسمع كلام الشخص ويبقى حابب العمليه التدريبيه ويبدا يتعلم حاجات كتير فاكتر فاكتر، والحاجات اللي هتعلمها في الصغر هتنعكس عليه في الكبر ان شاء الله. يلا السلام عليكم.